مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج المعارض. في هذا اليوم الجميل نحن نغطي ونتواجد حاليا في معرض دبي لطيران 2013، حيث يعتبر هذا المعرض من المعارض الكبرى والمهمة في العالم. افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفظه الله، الدورة 13 لمعرض دبي الدولي للطيران الذي يقيم على أرض مطار آل مكتوم الدولي. تعد الدورة 13 من معرض دبي للطيران 2013 والذي يقام كل سنتين الأكبر من نوعها في تاريخ المعرض، حيث استقبل المعرض أكثر من 1000 شركة حكومية وشركات عالمية وسط دعم إقليمي كبير من شركات عديدة شمولات السعودية لهندسة وصناعة الطيران وألفا ستار للخدمات الجوية من المملكة العربية السعودية. شركة الإلكترونيات المتقدمة هي إحدى الشركات السعودية التي أنشئت تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي، وتعمل في مجال المنظومات الإلكترونية بصفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية. عملت الشركة منذ بدايتها على التركيز على قطاع التصنيع، حيث كان قطاع التصنيع هو المحرك اللي استطعنا عن طريقه أن ندرب الشباب السعودي سواء كانوا فنيين أو مهندسين للتعامل بشكل احترافي مع التقنيات المتقدمة في المجالات المختلفة، ولوضع منظومة متكاملة للمحافظة على الجودة للمنتجات اللي تنتج عن طريق الشركة. من خلال إنشائنا لهذه الإمكانيات انتقلنا إلى مرحلة المقدرة على تقديم الدعم الإسنادي المتكامل بما في ذلك عمليات الصيانة وعمليات الدعم الميداني للمنظومات الإلكترونية المختلفة في المملكة العربية السعودية مع القطاعات المختلفة للقوات المسلحة السعودية. وبناء على إيجاد الإمكانيات هذه المتكاملة أوجدنا كذلك إدارة متخصصة في عمليات الهندسة والتطوير التي تعمل على تطوير المنتجات المحلية بأيدي سعودية وبعقول شباب مهندسين سعوديين تخرجوا من المنظومات التعليمية المختلفة. طبعا بحكم وجود هذه الإمكانيات المختلفة أصبحت الشركة مقدم للحلول المتكاملة للقطاعات المختلفة في القوات المسلحة، بحيث نعرف القضية التي يعني نرغب في التعامل معها ونقدم حل متكامل للزبون النهائي لحل احتياجاته، تقديم حلول متكاملة للاحتياجات.
الشركة أنشئت في سنة 1988، بدأت عملياتها الفعلية في سنة 1990، ومن خلال عملياتنا المختلفة استطعنا أن ننوع كذلك نشاطات الشركة بحيث أنها تعمل في 3 قطاعات رئيسية. القطاع الأول هو القطاع الدفاعي والأمني، القطاع الثاني هو قطاع تقنية الاتصالات وتقنية المعلومات، والقطاع الثالث هو التقنيات الصناعية. بالنسبة لمعرض دبي للطيران، مشاركة الشركة هذه فيها هي المشاركة رقم 11، وبالتالي نحن نحرص باستمرار على المشاركة في معرض دبي للطيران لعدة نواحي. أولا، المعرض أصبح من المعارض الأهم عالميا في مجال قطاع الطيران. كذلك في منطقة واحدة نستطيع أن نتواصل مع جميع الشركات العالمية، وبالتالي نطلعهم على الإمكانيات المحلية الموجودة في خليجنا العربي، وبناء على ذلك نستطيع أن نخلق علاقات استراتيجية مع هذه الشركات العالمية بحيث أن نستطيع أن نستفيد من خبراتهم السابقة في المجالات الفنية المختلفة. إضافة لذلك، تواجدنا في هذا المعرض يعطي تعريف جيد للقطاعات العسكرية المختلفة في خليجنا العربي عن إمكانيات محلية موجودة في منطقتنا تستطيع الاستجابة بشكل سريع لجميع متطلباتهم، وخاصة في مجال الصيانة وعملية الرفع من الجاهزية للقوات المسلحة في المنطقة من خلال تقريب عملية الصيانة إلى المواقع التي تحتاجها. في الواقع يعني تركيزنا يعتمد على طبيعة مشاركتنا، وبالتالي يعني في بدايات مشاركاتنا في المعرض كان الهدف الأساسي من المشاركة هو هدف تعريفي، وبالتالي التعريف بوجود الشركة وتواجدها في المنطقة. اليوم ولله الحمد بفضل من رب العالمين أصبحت الشركة معروفة جيدا في المنطقة من قبل يعني جميع دول منطقة الخليج، وبالتالي انتقلنا إلى مرحلة ثانية بعدها بحيث أنه تكون مشاركتنا تعتمد بشكل أساسي على خلق علاقات استراتيجية مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. ولله الحمد اليوم الشركة يعني تتمتع بعلاقات متميزة مع أفضل الشركات العالمية العاملة في مجال الطيران سواء كان العسكري أو المدني. كذلك انتقلنا بعد ذلك، وبعد أن استطعنا أن نوجد إمكانيات فنية متخصصة ومتمكنة، انتقلنا الآن إلى التركيز على إبراز ما تملكه الشركة من مقدرات على تطوير المنتجات وميدنتها، فهم المشكلة ووضع الحلول المتكاملة لها. هذا هو تركيزنا الأساسي في هذا المعرض. إضافة إلى ذلك، شهد المعرض زيادة عدد العارضين المحليين لمساحة العرض الخاصة بهم بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المشاركة، ومن بينهم شركة توازن وشركة مبادلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة نافكو الإماراتية، والتي تعد أكبر شركة في منطقة الشرق الأوسط في مجال تقديم معدات الإطفاء والإسعاف الخاصة بالمطارات والدفاع المدني. مثل العارضون المحليون أكبر شريحة بين العارضين في هذا الحدث، وجاء في المرتبة الثانية العارضون السعوديون، وارتفع عدد الشركات الكندية المشاركة في الحدث بزيادة بلغت نسبتها 100%، بينما ارتفع عدد العارضين من الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة بلغت 10%، وشهدت المشاركة الصينية نمواً بنسبة 10%. Saab being here at the Dubai Air Show all the previous times as well. نحن في ساب هنا في معرض دبي للطيران، وهذه ليست المرة الأولى، بل كل مرة نشارك ونستمر بالعودة دائما لمعرض دبي للطيران، ودائما نأتي إلى معرض إيديك في أبو ظبي، فساب دائما تحرص على التواجد، فهذا شيء مهم جدا بالنسبة إلينا. فلساب علاقات مع جهات في الإمارات العربية المتحدة منذ بدايات الثمانينات. بالبداية كنا محظوظين للغاية، حيث كنا نورد منتجاتنا إلى القوات الجوية الإماراتية،
ومنذ ذلك الوقت فنحن نعمل دائما على توفير المتطلبات للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. لدينا هنا في المعرض على مساحة عرض ساب مجموعة من المنتجات التي نركز على تسويقها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا الدول المجاورة لها. في القسم الخارجي للمعرض عرضنا طائراتنا الجديدة، فهذا ما أتينا لأجل تسويقه هذا العام. لا زال المعرض في بداياته، وعلى الرغم من أننا في اليوم الثاني فقط إلا أنني أرى إيجابيات كثيرة ودلائل تبشر خيرا لبقية أيام المعرض. وأنا شخصيا تفاجأت يوم الافتتاح، حيث أنه في المعرض من المفاجئ أن تزورك شخصية هامة، ونحن كنا من المحظوظين في المعرض حيث زارنا في ساب البعض من كبار الشخصيات في الدولة، وهذا شيء مشرف لنا. لم نبرم أي صفقات ضخمة لغاية الآن، إلا أننا نستمر في طرح علاقات وثيقة ومستقبلية مع الكثير من الشركات، ومن أبرزها مجموعة مبادلة ومجموعة تواصل. Our company's been in existence since 1983. This branch here in Dubai has been in existence for about 5 years. تأسست شركتنا عام 1983 ولنا فرع مهم هنا في دبي منذ ما يقارب 5 أعوام، وما نقدمه نحن كشركة هو تقديم خدمات دعم عمليات الملاحة الجوية لملاك الطائرات وشركات الطيران والكثير من المطارات حول العالم، ونحن نقدم لهم المساعدة في عملية الملاحة الجوية لكي يتمكنوا من الطيران عبر الأقطار. فنحن نقدم خدمات الدعم كلها. نحن أيضا نقدم برامج الكمبيوتر، فجزء من شركتنا مخصص لتصميم وتطوير البرامج التي لها علاقة في الملاحة، وهذه أحد خدمات الدعم التي نقدمها، هي تزويد الطائرات بالوقود وإرسال المؤشرات والاتصال مع الطائرات، وأيضا تنسيق محطات الهبوط حول العالم للطائرات الخاصة. ونهتم أيضا في العلاقات الدبلوماسية والتصاريح لدخول الطائرات لأجواء معينة، فهذا مبدأنا وما نعمله منذ البدايات. نحن نشارك في معرض الطيران منذ أن بدأ، وقد ساعدنا على نشر اسمنا وصناعة حلقة علاقات عبر السنين، حيث أن لنا مقرا في كندا وفروعنا في كل من دبي والشارقة. فبفروعنا الثلاثة في هذه المناطق نستطيع التواصل عبر العالم وتحريك الطائرات بسهولة ويسر. نحن مسرورون بالتواجد وبالمعارف الكثيرة التي حققناها، وإجمالا هو معرض ناجح. ومن الجميل أيضا أنه يقام هذا العام في مطار آل مكتوم الدولي الجديد، وهذا أضفى شيئا مميزا لهذا العام. هذه هنا مساحة عرضنا، وهي كبيرة نسبيا، ويمثل التصميم هوية شركتنا، والكثير من الناس يقفون عندنا ونتحاور معهم عن المنتجات والخدمات، وهذا شيء ممتع للغاية. بالنهاية فالمبنى جميل والمعرض جميل ومنسق، وقد سألت عن مساحة المبنى فهو عملاق، وأعتقد أنه أكبر من المبنى الذي حدث فيه المعرض في الأعوام السابقة، وهذه دلالة على التطور والتقدم للمعرض ولدبي واقتصادها.
This is about our 10th air show that we've been coming to. We've started. هذه هي 10 مرة نشارك فيها في معرض دبي للطيران، حيث كانت أول مشاركة لنا في عام 1991، وكان المعرض ذاك في بدايته. ونقدم هنا في المعرض عربة لجر الطائرات، فالعربة تعمل بالطاقة الكهربائية وكل شيء فيها يعمل إلكترونيا. وصممنا هذه العربة في عام 1967 وطورناها عبر السنين، حيث أن الشركة تأسست عام 1955، حيث صممت العربة لها قاعدة متحركة ترفع إلى الأعلى وتقوم برفع مقدمة الطائرة إلى الأعلى ومن ثم تجرها للمكان المطلوب. والجميل بالعربة هي أنها تجر جميع أنواع الطائرات. مصنعنا مركزه في ولاية أوريغون الأمريكية، ولدينا وكلاء في معظم الولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا أيضا الكثير من الوكلاء حول العالم، وأحد أنشطها هنا في دبي. المعرض رائع، وفي الأعوام السابقة شهدنا الكثير من النمو في المعرض، نمو مستمر، وكمية الزوار المتوافدة شيء لا يمكن وصفه، وأعتقد أنه الأفضل على مر كل الأعوام. وهناك الكثير من الصفقات التي تبرم والكثير من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة. فكما قلت نحن نأتي للمعرض منذ بداية التسعينات، وهذا دلالة على نجاح المعرض وفائدته لنا. والجميل بالموضوع أنه كل عام يكون أفضل. شركتنا هي شركة للحلول، ومركزنا في ولاية ميامي الأمريكية. لدينا الفروع العديدة حول العالم، وبعض الفروع هنا في دبي. وفي هذا العام أتينا بالمنتجات الجديدة، فأبرز ما أتينا به هذا العام هو المزلجات، وهي مزلجات الطوارئ. فنحن دائما نأتي بالمنتجات الجديدة، حيث أن هذا جزء من خطة انتمائنا لزبائننا. فلدينا الكثير من الزبائن في الشرق الأوسط، فمن المهم جدا أن نكون هنا كل مرة. مصانعنا موجودة في الولايات المتحدة، وهنا في دبي يوجد مكتب عملياتنا ووكالة المكاتب المعنية بالتجارة في الشرق الأوسط. نحن نشارك في كل معارض الطيران في العالم، في أمريكا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها الكثير. ومن أبرز المعارض بنظرنا هو معرض دبي للطيران، ونحرص على التواجد في كل عام. المنتجات التي نصنعها بالتحديد هي منتجات الأمان والنجاة، فكما ترى لدينا مزلجات الطوارئ ومعاطف النجاة والمعدات الطبية، ونحن نوردها لمعظم شركات الطيران في الشرق الأوسط. المعرض رائع جدا، ما كنت لأفوته أبدا. هو بعيد قليلا عن مركز دبي، لكن الميزات التي تتوفر فيه كثيرة، وهو بالتأكيد أكبر من كل الأعوام التي سبقت. Et le leader en Europe, c'est un global player, c'est le deuxième mondial avec 3 milliards d'euros. شركتنا هي الأكبر من نوعها في أوروبا، ومدخول الشركة يصل إلى 3 مليارات يورو. لدينا 10,000 موظف حالي في شتى فروعنا، ونحن موجودون في الخليج العربي منذ ما يقارب 35 عاما. نحن نشارك في معرض دبي للطيران منذ أول عام أقيم فيه، ويهمنا التواجد به كثيرا، لأنه من خلال منبره حصلنا على الكثير من الصفقات التجارية، وصنعنا لأنفسنا ركيزة تسويقية قوية. عمل شركتنا يقتصر على تأمين مسير الرحلات الجوية، خاصة العسكرية منها، ونعمل حاليا على تحديد الدفاع الجوي ومحاربة المخاطر التي تؤثر في سلامة الطائرات. ولنا مقر هنا في إمارة دبي. المعرض مهم جدا بالنسبة إلينا، وهو معرض رائع وموفق لجميع العارضين حسب اعتقادي، لأننا من خلاله نلتقي بكل الشركات الكبيرة منها والصغيرة، ونلتقي بزبائننا الدائمين ونتعرف إلى زبائن جدد، ونلتقي أيضا بالكثير من الشركات المحلية، وذلك لتعزيز المشاركة في صناعة وتطوير أنظمة الطائرات الجديدة.
تخطى المعرض كافة التوقعات، حيث بلغ مجموع صفقات اليوم الأول من المعرض 573 طائرة بقيمة 183 مليار دولار، إذ أعلنت شركات الطيران الخليجية عزمها على تعزيز أساطيلها بابتياع عشرات الطائرات من شركتي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية، حيث أبرمت شركة طيران الإمارات المملوكة لدبي وشركة الاتحاد للطيران المملوكة لأبو ظبي صفقات شراء ضخمة للطائرات بنحو 200 مليار دولار. وشهد المعرض أيضا ارتفاع حجم الاتفاقيات على شراء الطائرات والمحركات وغيرها من معدات ومستلزمات قطاع النقل الجوي، حيث اتفقت شركة بوينغ ومبادلة على التعاون معا على تطوير القدرات التصنيعية للمواد المركبة الجاهزة وألياف الكربون في أبو ظبي لدعم وتطوير صناعة هياكل الطائرات. مجموعة صافات هي مجموعة سودانية دخلت مجال الطيران بمقدرات متكاملة في مجال الطيران بكافة أنحائه، فهي تعمل في مجال MRO، مجال الصيانة والعمرة والتأهيل،
وتعمل أيضا لديها مركز لتجميع وتطوير الطائرات، ولدينا طائرة تدريب أساسية نحن مشاركون بها الآن في هذا المعرض لأول مرة في هذا المعرض. ولدينا شركة للرش الزراعي وقاية المحاصيل اسمها CPS Crop Protection Spray. هذه الشركة أيضا لديها أسطول من الطائرات وتعمل في مجال الرش الزراعي وتعمل في مجال الرش الضبابي ومكافحة الآفات وإصحاح البيئة، وهي إحدى الشركات الرائدة بالسودان وتتبع لمجموعة صافات للطيران. لدينا مركز لأبحاث الطيران، هذا المركز هو الذي قام بعمل النموذج الخاص بطائرتنا. لدينا سلسلة من الطائرات الخفيفة صافات 01 وصافات 02 وصافات 03 هي التي نشارك بها. قام هذا المركز بعمل التصاميم لها وعمل النمذجة ودفع بها للمركز التجميع والتصنيع، والحمد لله قمنا بتصنيعها، وهي طائرة سودانية ولدينا كل ما تحتاجه من التراخيص المطلوبة وحقوق الملكية الفكرية التي تخصنا. لدينا أيضا أكاديمية للطيران، هذه الأكاديمية اسمها هاي ليفل للطيران، وهي أكاديمية تمنح رخص القيادة الخاصة PPL ورخص الطيران التجاري CPL، وتؤهل أيضا لرخصة الإياسة، وتمنح رخص للأطقم الجوية والأطقم الأرضية، وهي أيضا تمنح دبلوم الهندسة ودبلوم العلوم الإدارية وأيضا بكالوريوس الهندسة وبكالوريوس العلوم الإدارية، إضافة لدينا رخصة للتشغيل. فنحن دخلنا الطيران وبحمد الله بمقدرات متكاملة، ونطمع أن يكون مثل هذا المعرض الدولي الذي توفره دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أصبح أحد أهم المنصات الدولية التي نعرض من خلالها منتجاتنا، وهي إحدى المناسبات التي وضعت نفسها بحق وحقيقة ضمن الأحداث العالمية في مجال الطيران، وهذا الذي نحسه وهذا الذي رأيناه وشاهدناه في تطورات هذا المعرض المبارك إن شاء الله.
شركتنا من أكبر الشركات العالمية في الطيران العمودي، تمتلك أسطول كبير يتكون من 58 طائرة هليكوبتر وثلاث طائرات ذات الأجنحة الثابتة داش 8. المعرض، مشاركتنا في المعرض كانت مشاركة مثمرة جدا. تم استلام أول طائرة هليكوبتر من شركة بيل، أكبر شركة مصنعة لطائرات الهليكوبتر في العالم. استلمنا أول طائرة تم استلامها في العالم، طائرة هليكوبتر بيل 412 EPI لصالح شركة أدمى العاملة، لأن احنا شركتنا يعني النشاط الأكبر لها مساندة قطاع النفط في الدولة وخارج الدولة. تحول المعرض على مدار الأعوام إلى إحدى أهم الفعاليات العالمية في هذا المجال، حيث أنه يعتبر الآن محطة مهمة تتوقف عندها الشركات الكبرى المصنعة للطائرات، لأنه يفتح أمامها أبواب العقود والمبيعات ويستقطب المتنافسين من أنحاء العالم تحت سقف واحد.